واحد الجزء كبير من المغاربه. أتشرف بالمساهمة باسم الحزب الاشتراكي الموحد. كاع اللي تيتفرجوا اليوم المغاربه جلهم هما تينتظروش غتقول لهم بالنسبه للتشغيلي، وحيث يتم الانقلاب على السيادة الشعبية. اللحم ما بين 120 130 هذه نفعت الكساب الاوروبي، راه ما نفعت شيء الكساب المغربي. الحكومة أننا كنصدروا الفوسفات، كنصدروا لافوكا المستنزفة للماء، ونستورد النفايات. للاسف الزيوت الثمن ديالها وصل لثمن يعني عالي جدا، ونحن نعلم على ان المغاربه تعيشوا بهذا الشيء، هذا الزيت زيتون وامور بحال هكذا. اسمع هاد السيده فضحت اخنوش قدام المغاربه كاملين، وفضحاتو علاش اختار الموضوع، ولكن فرشاتو في الاخر. قد اخترتم السيد الرئيس هذا الموضوع حيث تعتبرون ان لديكم ما تقدمونه في هذا المجال، لكن للاسف سنقدم لكم وبالملموس وبالارقام تاخركم في تنزيل اجراءات ذات الصله وفشل سياستكم في هذا المجال. اما هاد السيد فكيوصف الحاله ديالنا ديال بصح بلا مكياج. معذبين صراحه، هذا الغلاء نتاع المعيشه نقولوا اللي قلنا، لان الزياده في الاجور تتهم الموظفين، الزياده في الاجور نتاع الخواص او تدير حركه شويه في دورة اقتصاديه بالرغم من 20 مليار درهم، وهذا ولكن الباقي ما عنده شيء. واش نتوما كتفقوا مع هاد السيد؟ واش هاد الزيادات زعما ما دارت حتى حاجه للمغاربه خصوصا الطبقات الفقيره؟ توزيع جزء من الثروه البرنامج الحكومي، كاين مازال انتظارات قويه بالنسبه للالتزامات وكذلك بالنسبه للتعهدات اللي جات بها الحكومه. وفينا واخنوش ديك الساعات فاش بغى يترشح والوعود ديالو غنزيد 50,000 لهادو، غنعطي 100,000 لهادو المتقاعدين الفقراء، ولكن واش تحقق داك الشيء ولا لا في نظركم؟ حيث من المفترض الأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الرأسمالية، وحيث يتم الانقلاب على السيادة الشعبية لصالح صناعة جديدة شرسة ومهيمنة تضغط بالمديونية ولا تسمح بإمكانية التنافسية. برافو عليك لالا منيب. انا باش كتعجبني هاد السيده هو الوعي ديالها والثقافه ديالها والانفتاح ديالها على العالم. الباديه ما كاينش خدمات، وماشي غير الخدمه اللي ما كاين لا مستشفيات لا مدارس لا حتى حاجه. واش ما حسمتوش تملحوا بالمجمده عباد الله ولينا نستوردوها؟ هي ديال 4 سنين ديال الجفاف، الماء قليل، لي بيريمتر ايريغي ما فيهمش الماء، البهايم ما عندهم ما ياكلوا. السيدة النائبة يرتحي، انتخابات اللي جابونا انا مش الوقت. هاد اخنوش من القوتبه ولا وزير الفلاحه، وكان وزير فلاحه كيهموه البهايم اكثر من المغاربه، قال لك البهايم ما عندهم ما ياكلوا، والمغاربه السي الرئيس راه المغاربه هما اللي كيعانيو اكثر. لكن على الاقل كونوا صراحاء، لان المغاربه اللي كيسمعوكم وكيشوفوكم وكيسمعوكم كتكلموا بغاو الحقيقه. تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد. وناري يا خويا، شحال فيكم ديال الكذوب والنفاق وكلكم زعما قلوبكم على المغاربه. اش السي عزيز حتى واحد ما غيتيقك. وشعاراتكم الزائفه الكاذبه. الحكومه كتصدر الشباب والكفاءات في جميع المجالات باش ينتج، وكتستورد لنا الابقار والحواله. للاسف الشديد تظل الالتزامات مجرد وعود، اغلب التعيينات هي مجرد ترضيات. والله الا الصراحه شي كلاشات دازت في هذا البرلمان كتستحق انها تقرى في المدارس العليا. شوف هاد السيده هذه قالت ليك كتصيفط كنصدروا لافوكا وكنصدروا المواطنين زعما الهجره الشرعيه، ولكن انت اش كتستورد لينا؟ كتستورد لينا النفايات. حيت داك النهار بحال داك العام عاوتاني فاش استوردوا النفايات ديال المانيا، ودابا عاوتاني جابوا هاد النفايات هادي، وهادي كلاشاتو بسبب هاد النفايات. المهم الحصيلة أن هاد الحكومة ديال أخنوش أول حكومة كعات المغاربة ديال بصح، والمغاربة كاملين عياتهم ومرضاتهم في صحتهم، لأنها وصلت للعظم. علاش انا غادي نقول لكم علاش. المغاربه قيس ليهم اي حاجه، قيس ليهم كل شيء، قيس ليهم القوانين، الا القدره الشرائيه ديالهم ما خاصكش تقيسها نهائيا. الا قص القدره الشرائيه ديال المغاربه فهما غادي يسخطوا عليك وغادي يكرهوك نهائيا، وما عمرك تحلم باقي انك تقرب منهم واخا دير ليهم العجب. درتي لهم 500 درهم والله ما عقلوا عليها وما درت لهم والو، لان الزيت البلديه دابا وصلت ضربات 2600 ريال، دابا 2600 وما كايناش، وهي الاكل ديال الفقراء. ولكن
اشنو درتي انت السي اخنوش؟ حتى حاجه. ما كلشي تزاد، البطاطا ومطيشه وداك الشيء اللي كيعيشوا به المغاربه، البساطه تزاد الثمن ديالو. بمعنى راه الشريحه الكبيره والشريحه الواسعه ديال المغاربه ساخطين نهائيا وحالفين انهم بقاو يصوتوا على هاد الناس. واش تخيلتوا معايا في البدايات اشنو كانوا الناس كيقولوا راه هاد السيد هذا اللي هو اخنوش شبعان فلوس وكذا، وما غاديش يكون عنده مشكل، ما غاديش يبغي يشفر زعما بحال الاخرين وكذا. هاد الشيء كامل هو الهضره ديال المغاربه، وكاينين اللي صوتوا بهذا الاساس هذا، كيقولوا راه شبعان ما غاديش يشفر وغيفكر كذا. فاذا به غير طلعت الاسعار ديال البازوت والليسانس، وكيقول لنا لا راه الحرب ديال اوكرانيا، وطلعت الاسعار ديال جميع المواد، وجاب معاه ازمات كثيره يا ربي السلام. المهم الحصيلة أن هاد الحكومة ديال أخنوش أول حكومة كعات المغاربة ديال بصح، والمغاربة كاملين عياتهم ومرضاتهم في صحتهم، لأنها وصلت للعظم. علاش انا غادي نقول لكم علاش. المغاربه قيس ليهم اي حاجه، قيس ليهم كل شيء، قيس ليهم القوانين، الا القدره الشرائيه ديالهم ما خاصكش تقيسها نهائيا. الا قص القدره الشرائيه ديال المغاربه فهما غادي يسخطوا عليك وغادي يكرهوك نهائيا، وما عمرك تحلم باقي انك تقرب منهم واخا دير ليهم العجب. درتي لهم 500 درهم والله ما عقلوا عليها وما درت لهم والو، لان الزيت البلديه دابا وصلت ضربات 2600 ريال دابا، 2600 وما كايناش، وهي الاكل ديال الفقراء. ولكن اشنو درتي انت السي اخنوش؟ حتى حاجه. ما كلشي تزاد، البطاطا ومطيشه وداك الشيء اللي كيعيشوا به المغاربه، البساطه تزاد الثمن ديالو. بمعنى راه الشريحه الكبيره والشريحه الواسعه ديال المغاربه ساخطين نهائيا وحالفين انهم بقاو يصوتوا على هاد الناس. واش تخيلتوا معايا في البدايات اشنو كانوا الناس كيقولوا راه هاد السيد هذا اللي هو اخنوش شبعان فلوس وكذا، وما غاديش يكون عنده مشكل، ما غاديش يبغي يشفر زعما بحال الاخرين وكذا. هاد الشيء كامل هو الهضره ديال المغاربه، وكاينين اللي صوتوا بهذا الاساس هذا، كيقولوا راه شبعان ما غاديش يشفر وغيفكر كذا. فاذا به غير طلعت الاسعار ديال البازوت والليسانس، وكيقول لنا لا راه الحرب ديال اوكرانيا، وطلعت الاسعار ديال جميع المواد، وجاب معاه ازمات كثيره يا ربي السلام. المهم الحصيلة أن هاد الحكومة ديال أخنوش أول حكومة كعات المغاربة ديال بصح، والمغاربة كاملين عياتهم ومرضاتهم في صحتهم، لأنها وصلت للعظم. علاش انا غادي نقول لكم علاش. المغاربه قيس ليهم اي حاجه، قيس ليهم كل شيء، قيس ليهم القوانين، الا القدره الشرائيه ديالهم ما خاصكش تقيسها نهائيا. الا قص القدره الشرائيه ديال المغاربه فهما غادي يسخطوا عليك وغادي يكرهوك نهائيا، وما عمرك تحلم باقي انك تقرب منهم واخا دير ليهم العجب. درتي لهم 500 درهم والله ما عقلوا عليها وما درت لهم والو، لان الزيت البلديه دابا وصلت ضربات 2600 ريال دابا، 2600 وما كايناش، وهي الاكل ديال الفقراء. ولكن اشنو درتي انت السي اخنوش؟ حتى حاجه. ما كلشي تزاد،